أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن موضوع ممكن يكون مؤلم للبعض، لكنه موضوع مهم جدا، وهو موضوع ليه الناس بتبعد عنك. فلو حسيت إنك مش عارف ليه الناس بتبعد عنك، أو لو بتسأل نفسك إيه السبب، اتفرج على الفيديو ده للنهاية عشان تعرف الأسباب المحتملة وإزاي تقدر تتغلب عليها. ويلا بينا نبدأ. واحد، الإيجابية السامة. يعني لو صاحبك بيحكي لك عن مشكلة كبيرة عنده، وانت ترد عليه بكلام من عينة مش مشكلة، كله هيبقى تمام، من غير ما تقدم له دعم حقيقي، ده هيخليه يشعر انك مش مهتم بمشاعره. اتنين، اهتمامك الزايد بنفسك. ازاي؟ يعني كل مرة بتقابل فيها حد جديد بتفضل تتكلم عن نفسك وعن انجازاتك، من غير ما تدي فرصة اللي قدامك انه يتكلم عن نفسه. ده بيخلي الشخص ده ينفر منك ويبعد عنك. 3، اهتمامك الزايد بآراء اللي حواليك فيك وفي قراراتك. يعني لو كنت دايما بتسأل زمايلك في الشغل عن رأيهم في قراراتك بدل ما تكون واثق منها، ده بيخليهم يشكوا في قدراتك. 4، عدم احترام خصوصيات الآخرين. تلاقي نفسك دايما بتسأل أصدقائك عن تفاصيل حياتهم الشخصية بشكل زايد جدا، ده بيخليهم يحسوا إنك شخص متطفل فبيتجنبوك. 5، عدم الوفاء بالوعود. ازاي؟ انك توعد واحد من اصدقائك انك هتقابله او هتساعده في حاجة معينة، وما توفيش بوعدك او تتهرب منه. هتخسر احترامه وهيبعد عنك لانه مش هيثق فيك تاني. 6، التصرف بوقاحة وعدم احترام آراء الآخرين. يعني لو كنت دايما بتقاطع الناس وهما بيتكلموا، أو تستهزأ بآراء زمايلك في العمل وتتريق عليهم بدل ما تسمع لهم، هتخليهم يحسوا إنك مش محترم وإنك مش بتحترمهم، فطبيعي إن هما يبعدوا عنك. 7، عدم تحمل المسؤولية عن أخطائك. يعني لو حصل خطأ في عمل جماعي مثلا، وإنت رفضت الاعتراف بالخطأ وتحمل مسؤوليته، هتخسر احترام زمايلك في العمل ومش هيقدروا يعتمدوا عليك تاني. 8، التصرف بشكل سلبي دائما. تلاقي نفسك دايما بتشتكي من كل حاجة، مش بتشوف الجانب الإيجابي في أي موقف. الناس هتبتدي تبعد عنك علشان ما يتأثروش بسلوكك السلبي. 9، الاهتمام بالمظهر على حساب الجوهر. تكون بتقضي وقت كتير في تحسين مظهرك الخارجي بس، ومش بتاخد بالك من سلوكك أو تصرفاتك مع الناس. ده هيخليهم يشوفوك إنسان بتاع مظاهر وتافه. 10، الغيرة والحقد. طريقة كلامك عن الناس دايما بيبقى فيها نبرة حسد، ودايما بتحاول تقلل من إنجازاتهم. ده بيخلي الناس تبدأ تبعد عنك، لأنهم مش هيحبوا يكونوا مع شخص مليان حقد وغل. 11، النميمة والكلام عن الناس. لو في كل مرة بتقعد مع حد بتبتدي تتكلم عن ناس تانية وتنشر كلامك عنهم، فطبيعي الناس هتفقد ثقتها فيك وهتبعد عنك. 12، التحكم الزائد ومحاولة السيطرة. دايما بتحاول تفرض رأيك على أصحابك أو على حد من عيلتك وتتحكم في تصرفاتهم. الناس بتحس إنها مضغوطة منك، فالحل بالنسبة لهم إن هم يبعدوا عنك. وصلنا لنهاية الفيديو، ودي شوية نصايح وحلول عشان تتجنب إن الناس تبعد عنك. لازم تكون واقعي، مهتم بمشاعر اللي حواليك، مهتم تدي فرصة للي قدامك يتكلم عن نفسه، توفي بوعدك، تتحمل مسؤولية أخطائك، تكون متفائل، مهتم بجوهرك مش مظهرك، تحب الخير للغير، تبطل نميمة، وآخر حاجة ما تبطل تسيطر على الناس. ودي كانت صورة وأمثلة للأسباب اللي ممكن تخلي الناس تبعد عنك، والنصايح اللي لو اتبعتها أكيد الناس هتحبك وهتقرب منك. أتمنى تكون استفدت وتعلمت إزاي تحافظ على احترام الناس اللي حواليك. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. شاركنا رأيك في التعليقات تحت الفيديو وقول لنا ايه السبب اللي انت شايفه مؤثر اكتر. شكرا لمشاهدتك الفيديو، ونشوفك في فيديو آخر، وإلى اللقاء.